السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم صيادين النيل. خبر هو بالنسبة لي خبر حزين لكل الزملكاوية. هو رحيل زكريا الوردي لاعب خط الوسط المغربي عن نادي الزمالك بسبب الانتقادات اللي اتعرض لها من الجماهير بعد مباراة السوبر والخطأ بتاعه اللي تسبب في هدف لبرونو سافيو لاعب النادي الأهلي. طبعا ده خبر بيوضح التأثير السلبي طبعا بقى للتريقة على اللعيبة، ومثلا دمرنا لاعب زي محمود علاء كان ممكن يستمر ويفيد نادي الزمالك بسبب مجرد بس الهزار والضحك والكلام السلبي على لاعب بسبب خطأ ممكن أي لاعب كبير يتعرض له. فطبعا زكريا الوردي ما استحملش الضغوط النفسية اللي اتعرض ليها بين جمهور نادي الزمالك بعد مباراة السوبر، وطلب فسخ التعاقد بتاعه بالتراضي من أمير مرتضى منصور، والسيادة المستشار مرتضى منصور وافق على فسخ العقد، واللاعب رد مقدم التعاقد لنادي الزمالك. وطبعا مرتضى منصور حذره من التقدم بقى بشكوى للفيفا زي ما كل اللعيبه بتعمل معانا، تيجي تخلص عقدها وبعد كده تروح تشتكي للفيفا. بنتمنى التوفيق للاعب المغربي، ويا ريت نحاول نقلل انتقاداتنا للاعيبه الزمالك. اللعيبه اللي بتخطأ يا جماعه مش هنتبعها يعني زي ما عملنا مع محمود علاء وزكريا الورد. اشكركم والى اللقاء في فيديوهات مره اخرى.